مسألتش نفسك ليه التشرد والجنون اللي بيجي مرة واحدة في الشوارع زاد بشكل مش معقول؟ وده بيحصل في المدن الكبيرة بالأخص. أنا هشرح لك كل حاجة، لكن مقدرش أقول غير إن الكلام دوت كله هيبقى مجرد نظرية. طبعا المؤسسات الرسمية العالمية بتقولك دي مشكلة نفسية أو إدمان، بس ايه رأيك لو قلتلك ان في سر اكبر بيحاولوا يخفوه، وهو ان في الاف من الناس بيتم تدمير خلايا مخهم تدريجيا بسبب التلوث الكهرومغناطيسي، وكل دوت نتاج عن ابراج الارسال والشبكات الالكترونية اللي حوالينا. اسمع الحكاية ديت، في العشرينات لما بدأت تكنولوجيا الراديو والاتصالات تنتشر حصلت ظاهرة غريبة. حالات كتير جدا من الناس بتقول انها بتسمع اصوات في دماغها، والطب النفسي في الوقت دوت ما كانش فاهم حاجة، فاعتبروهم مجانين. وهنا بدأت فكرة مستشفى المجانين، لأن ما كانش ليها وجود أصلا، ورموا كل الناس ديت في المصحات العقلية وقفلوا عليهم. والنهاردة التاريخ بيعيد نفسه بس على شكل أكبر من الأول بكتير، وفي ناس بتبلغ عن أعراض مرعبة بتحصل لهم، زي زمة قوية في الودان أو صداع نصفي مش بيروح، وأوقات بيحصل نزيف مفاجئ في الأنف بشكل متكرر. وده مش كلامي، ده كلام الناس. وكمان في دكاترة كتير لاحظوا الأعراض ديت على المرضى بتوعهم، لدرجة إن في ناس بتضطر تهرب وتسيب بيوتها أصلا لأن هم مش قادرين يستحملوا القعدة فيها، كأن في تشويش مجهول جوه حيطان البيت نفسه. وفي حد كلمني بشكل شخصي حكيت لي التجربة بتاعتها ديت، واسمعوا كده جزء من كلامها. إن أنا بتعرض لتعذيب بحاجات تبع علوم الفيزياء وتسليط أشعة وليزر عليا طول الوقت في شقتي، غالبا من الشقة الفوقية، وده بيعمل لي آلام مبرحة. طبعا الأستاذة ما كانتش فاهمة هو إيه اللي بيحصل لها، لكن كل الأعراض ديت اختفت مجرد ما بعدت بس عن الأماكن والمدن الكبيرة اللي أنا قلتلكوا عليها. ناس كتير هتقول لي احنا مش بنشوف الكلام دوت، فحابب أقولك احنا مش بنشوف الهوا غير لما الإعصار يجي، وده اللي احنا فيه دلوقتي. انزل الشوارع وشوف بعينك. الترددات ديت تأثيرها على الجهاز العصبي مرعب. العدادات وشبكات الاتصالات اللي محوطنة 24 ساعة في كل شبر مؤذية جدا، والمشكلة انها بتنتج مستويات مختلفة من الترددات طول الوقت. والبشر طبعا عندهم تفاوت في مستوى الاحتمال بتاعهم على كل حاجة، يعني كل جسم تحمله غير التاني. ممكن شخص ما يحصلوش اي حاجة والشخص الجهاز العصبي بتاعه يتدمر، وساعتها بيخرج يقعد في الشوارع وفاكر انه مجنون وبيسمع حاجات ملهاش وجود. او بيحصل الحل الاسوأ اللي احنا برضه بنشوفه، يلجأ للمخدرات عشان تريحه من اللي هو فيه. طبعا الشركات والجهات الرسمية العالمية مستحيل تعترف بدوت، لان الاعتراف معناه سقوط تجارة بمليارات الدولارات. وطبعا التكنولوجيا ديت كمان اساس السيطرة، فبيفضلوا يرموا الناس والمجموعات ديت في سلة التشرد والامراض النفسية. والسؤال هنا، هل الناس ديت فعلا مجانين ولا هم ضحايا؟ اسأل نفسك، لأن العين ملهاش قيمة لو العقل أعمى يا صديقي. وفي الآخر كل اللي بقوله دوت مجرد نظرية. سلام.